السلام عليكم البنات، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال والظروف ان شاء الله. فيديو كما قلت لكم جديد، نتمنى ان شاء الله ينفعكم يحفزكم. المهم اختي كما معودين نبدا كلامي بالصلاه على نبينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بالنسبه للاخوات متتبعاتي الوفيات راه عارفيني انا اختي اللي مكلفه بالمصروف ديال المطبخ، ولكن قلت اختي اي حاجه هكا جربتها وصدقات معايا كنبغي نشاركها معكم. واليوم اول مره يا اختي في قناه امير غنشارك معكم التقسيم ديال المصروف ديال المطبخ. المهم انا البنات كنعاود للبنات اللي جداد هكا عاد دخلوا، اما البنات القدام راه عارفيني انا اللي مكلفه بالمصروف، يعني انا اللي كنصرف في الدار. ولكن انا مكلفه غير المصروف ديال المطبخ، زعما الميزانيه ديال الدار كامله اولا الصالير كامل ما كان يعني ما كندخلش فيها. يعني راجلي اللي مكلف بالماء والضو الكرا الويفي، المهم داك التخربيق الاخر انا مكلفه غير بالكوزينه، بحكم خدمته شويه كيكون زعما ما كيكونش بزاف. زعما خصني ضروري نعتمد على راسي وانا اللي نتقدى، راكم عارفين فهمتوني. المهم انا يا البنات عندي 1400 درهم هي اللي كيعطيني المصروف ديال المطبخ، وانا غنقسمها معاكم. بالنسبه للمبتدئات اختي غير تشجعوا، احسن حاجه البنات هو التنظيم. الا نظمتوا الحاجه راه يعني كينزل ربي البركه، وكتعرفي كيفاش تعاملي مع دوك الفلوس، واخا قلال واخا كثر ربي كينزل البركه. ومنين كتقسمي من الاول ديال الشهر صافي كتبقاي عارفه زعما ها شحال غيكفيك هنايا في الهري مثلا، ها شحال غيكفيك في الحانوت، ها شحال غيكفيك في السويقه. يعني كتولي عارفه شحال كتخسري، وعارفه زعما شحال كتصرفوا يعني في الشهر. صافي وكتزيدي كتشجعي فهمتوني. ماشي بحال انا راه في الاول كنت مكلفه نسب الكوزينه، ولكن كنت كنصرف عشوائيا، كنمشي غير اللي عطاني كل مره فين ما نبغي نمشي للسويقه يعطيني، فيما بغيت نمشي نتقدى يعطيني. وصراحه ما صدقاتش مع ديك الطريقه. كتخربقي كتولي ما عارفاش شنو تسبقي شنو تشري شنو فهمتوا، كتخربقي. عكس هكا مزيان صراحه، كتربحي الوقت. هذاك النهار الاول اللي هكا كتضربي شويه تماره، كتقسمي كتكتبي كتحطي كل حاجه في الظرف ديالها، ولكن من بعد كترتاحي صراحه. المهم هنايا البنات كيما شو غادي نشارك معكم الاظريفه. انا صراحه ماشي ديما كنديرهم، دابا لقيتهم عندي وقلت غنشارك معكم باش تفهموا التقسيم ديالي. اما انايا منين حفظت تقريبا دابا راه شي 4 شهور ولا 5 شهور وليت كندير هاد التقسيم هكا، وخرجني صراحه وقلت نشاركو معكم. حنايا البنات 3 الاشخاص، يعني انا وراجلي وطفل صغير. المهم ماشي بالضروره كنكونوا كنصرفوا نفس المبلغ، كل واحد كيمشي على قد الجهد ديالو، كل واحد كيمشي على قد الاحتياجات ديالو فهمتوا. وعلى حساب حتى الاشخاص، الا كانوا عائله كبيره تبارك الله راه مستحيل تكفيهم 1400 غير زعما في الهري وهكا الخضره والفواكه وداكشي، راه مستحيل تكفي، بالاخص اختي مع هاد الغلا. وفاش كيكونوا جوج الناس كيكون المصروف شويه شويه شويه، المهم قليل ماشي بحال عائله كبيره. وحتى في نفس الوقت انا من داك النوع ما كنبغيش نجيب زعما غير نتقدى وصافي بالعقل، يعني كنجيب الحاجه اللي فعلا كتخصنا والحاجه اللي كناكلوها، ما كنجيبش الحاجه اللي ما كتكالش وغن تبقى زعما هكا كتلوح في الثلاجه 15 يوم 20 يوم ونرميها. لا انا من داك النوع منين شديت المصروف صافي وليت حافظه الخضره اللي كنحتاجو، الحوايج اللي كنحتاجو هما اللي كنجيب، وكنجيبهم يعني اللي عاوتاني القياس ديالنا اللي كفينا حنا بجوج فهمتوني. المهم هنا كي قلت لكم 1400 درهم هي اللي غنقسم معكم دابا، وراه كنخرج منها الطوارئ والتوفير. ضروري اختي اي وحده شاده المصاف راه ضروري غتبغي تخلي هكا شي حاجه توفرها، ولو 20 درهم ولو 50 درهم. المهم كضربيها التماره في الاخر كتلقاي راسك بعدا وفرتي واحد الحاجه، كتحسي براسك بلا راكي فهمتوا زعما درتي واحد المجهود وبحال خلصتي راسك عليه. هادشي اللي بنوصل لكم. انا هنا كتبت داكشي اللي غادي نكتب لكم دابا باش ما نتلفش، كتبته في الورقه، ودابا غادي نكتبو معكم هكا في هاد الجوايات. وصافي انا جوايات البنات كي قلت لكم قبل راه ما كنديرهمش ديما، غير دابا باش نوضح لكم نتوما الصوره. بالنسبه للاخوات اختي عاد زعما متزوجات عادي اختي بغا يبداو هاد المسؤوليه، كتكون شويه في الاول صعيبه، كتلفي ما كتعرفيش كيفاش تمشي الامور ديالك. المهم هذاك الشيء علاش قلت انا طاحت عليا هاد الفكره دابا من الاخر الشهر تخلص راجلي جاب لي اختي ديما راه سبحان الله دابا شي 5 شهور هادي بديت هاد الطريقه هادي ونفعاتني صراحه. كاع منين رحلت لهاد الدار درت هاد الطريقه هادي ديال التنظيم، ولا كيعجبني شي حاجه سميتها التنظيم. كت كتربحي الوقت وكتستافدي كي قلت لكم. صافي طبقتها الشهر الاول الثاني نفعتني صراحه، عجبني زعما الحال.
وديما كنقول نشاركها معكم هذا الشهر، نشاركها معكم وما كتكتبش. واليوم قلت صافي تفكرت، قلت قبل ما نمشي نتقدى ونخسرهم صافي نشارك مع البنات الفيديو هو الاول. عاد ديك الساعه نمشي نتقدى، انا راه باقا ما تقديتش، اليوم راه واحد في الشهر. كنصور لكم اختي هاد المهم هاد الفيديو، نتمنى ان شاء الله يوصلكم في الوقت وتستافدوا منه، علاش لا. هنايا البنات راه كنت كنهضر معكم في الفيديو وصافي منين جيت نسمعوا لقيت الصداع، ما غتسمعوا حتى شي حاجه، صداع في الزنقه. صافي داكشي علاش تقلت الفيديو. دابا غتلاحظوا بلا الفيديو ثقيل شويه، وعاودت اللقطه الاولى عاودتها لكم هنا باش نمونطي لكم ونشرح لكم وتوصلكم الفكره، فهمتوا؟ حيت فاش كتكوني كتهضري نيشان في الفيديو كتوصلي الفكره اكثر من المونتاج خصك ضروري يكون الفيديو شويه ثقيل باش هكا كتوصلي الفكره. المهم نتمنى تكونوا فهمتوني. صافي هنا غنكتب انا البنات التقسيم اللي كندير الهري هو الاول، كندير الحانوت، كندير الخضر والفواكه واللحوم، هادو في ظرف واحد انا البنات، حيتاش كنتقدى اللحوم مع الخضره نيتو الديسير، فهمتوا؟ ماشي ما كنتقداش انا اللحوم من السويقه، ولكن داك النهار اللي كنبغي نتقدى الخضره والفواكه كنتقدى معاهم اللحوم. المهم دابا غادي نقول لكم الاظرفه شحال غادي ندير، وانتم ديك الساعه على حسب كي قلت لكم الافراد ديال الاسره ديالكم، وعلى حسب ضروري البنات ما تجربوا. شفتوا؟ واخا نقول لكم انا، واخا تقول لكم واحده اخرى، راه ضروري خصك تجربي باش تشوفي نتيا الطريقه اولا التقسيم اللي غادي ينفعك انت، فهمتوا؟ غير حاجه وحده كنصح الاخوات اللي ما عندهمش الكانه لهذا الشيء، صافي كتشد الفلوس ديرهم في جيبها وتمشي تتقدى، هذه خصاتني، هذه ما خصاتني، هذه عجباتني، هذه بغيت زعما نبدل الراي ديالكم بالنسبه للاخوات المتتبعات اللي راكم عارفين اي حاجه كي كنقول لكم ديما كنجربها وكتنفعني كنبغي نشاركها معكم وصافي. يعني كنبغي نتقاسم معكم الفكره اولا الحاجه اللي جربتها ونفعاتني. اكيد قلت لكم داك المصرف العشوائي هو اللي كيخرب لك الميزانيه كامله، كتصدقي جايبه شي حوايج ما محتاجاهمش واللي ضروريين واساسيين كتحتاجيهم. انا والله العظيم شحال هادي كنت مكلفه بالمصروف، وشحال من مره كنسى البوطه كتكون زعما باقا عندي، ولكن راه غتسالى في وسط الشهر، كنسى ما كنحطش فلوس البوطه، فهمتوا؟ ليكوش كيكون باقي عندي عاود ما كنمشيش نشري الباكيه ونحطها، لا فهمتوا؟ كنت غادا بواحد العشوائيه اللي الصراحه الله كانت خارجه علينا وبزاف مؤخرا صراحه. مع هذا التنظيم الصراحه الله الا وليت عارفه زعما الاساسيات كنسبقهم هما الاولين، يعني ضروري الاساسيات تسبقيهم هما الاولين باش كتكملي الشهر ديالك مرتاحه، كتكوني داكشي الضروري والاساسي عندك في الدار. يعني واخا يكون دابا البوطه زعما بديتيها مثلا وتقولي لا غير نصرف هادشي اللي عندي، راه البوطه باقا غتوصل ليا، لا ضروري تخلي السكر. الا ما عمرتيش، لا ما عندكش سكر د البوطه في الدار تعمريها وتحطيها، على الاقل تخلي ديك 50 درهم ولا 100 درهم، انت شحال من بوطه عندك كتخليها محطوطه، فهمتوا؟ يعني حتى منين تحتاجيها غتهزيها، حيت انت مكلفه بالمصروف، ضروري خصك كل حاجه تضربي لها حسابها من الاول. صافي هنا البنات غنبدا معاكم. المهم الهريه البنات انا دايره 500 درهم او لا بالاحرى 400 درهم في الهري و100 درهم ديال ليكوش، ياك البنات؟ غير انا حيت ليكوش كنجيبو نيت مع التقدير ديال الهري كنحط 500 درهم في الظرف ديال الهري، 400 درهم كاساسيات. الكماليات شي حاجه تبسط اللي كنجيب، يعني ماشي كنركز على التقدير ديالي. راه غتلاحظوا بزاف الاخوات راه كيتفرجوا فيا وكنشارك معكم شحال من مره التقدير ديالي، انا كنحاول البنات نجيب الاساسيات والحاجه اللي كنحتاجوها حنا وكناكلوها حنا، فهمتوا؟ ماشي غير نمشي للهري تشهيت هذا الشكلاط، تشهيت هذا العسل، تشهيت هذا، فهمتوا؟ لا كنجيب الحاجه اللي فعلا تكون زعما تنفعنا وفي نفس الوقت كناكلوها، ماشي نجيبها غير بالشهوه وصافي. قلت لكم وليكوش درت ليه 100 درهم. ليكوش ما كنجيبوش ب 100 درهم البنات، كنجيبو 1800 يعني 90 درهم و10 درهم ديال لانجيت، فهمتوا؟ هذه دايرها لولدي حيت انا باقا كندير ليه صراحه ليكوش. الا جبت ليه الباكيه الكبيره حيت كيكون ديجا باقا عندي الاخرى مبديه، صافي هي اللي كتوصل ليه الشهر. صافي هنايا غندوز للظرف ديال الخضر والفواكه واللحوم، زدت لهم اللحوم كندير ليها البنات 600 درهم في الشهر، ولكن انا البنات ما كنتقداش تقديه في الاول ديال اللحوم والخضر كامله، بحكم راكم عارفين الخضر ما كيصبروش يعني الشهر كامل، وزيدوا عليها حتى الدجاج واللحوم وداك الشيء الا جبتيه من الاول كتكرفصي، فهمتوا؟ تجيبي الدجاجه دغيا كتزربي لها تقطعها، ماشي بحال تجيبي جوج دجاجات تجيبي الحوت وتجيبي كلشي تستوكيه، انتي كتضربي تماره وفي نفس الوقت كتعمري عليك الفريغو، فهمتوا؟ يعني انا هكا هذا هو التقسيم، دايره 300 درهم في ال 15 يوم الاولى ديال الشهر و300 درهم في 15 يوم الثانيه،
فهمتوا البنات؟ الظرف ديال الخضر والفواكه داير ليه 600 درهم، 300 دايره 200 درهم ديال الخضره والفواكه و100 درهم ديال اللحوم. هذا في 15 يوم الاولى. الثانيه هكاك 300 درهم. فهمتوا؟ صافي. بالنسبه للظرف ديال الحانوت درت البنات 100 درهم كما شفتوا. الحانوت البنات انا كنجيب منه الحليب والبيض. صافي. بحال دابا مرة خصك شي بريكه، خصك شي ملحه، شي حاجه بسيطه. يعني الاغلبيه داكشي اللي كنحتاج في الشهر كنجيبو من الهري. فهمتوا؟ في الاول الشهر كنجيب كلشي التقديه ديال الشهر انا. صافي. هنايا البنات الظرف ديال هذا الظرف هذا راه من هاد الجهه ما شفتوش. هذاك الظرف البنات ديال الطوارئ كي قلت لكم. ودرت معاه البوطه حيتاش ما كانش عندي 50 درهم مصرفه. 100 درهم ودي مصرفه. كون كانت مصرفه كنحط 50 درهم في الطوارئ و50 درهم ديال البوطه. هي هذا البنات اللي شفتوا. هذيك اللي حطيت في البسطام حطيت 100 درهم. يعني الحساب في المجموع 1400 درهم. هذا هو التقسيم البنات اللي كندير. غنعاود لكم من الاول. الهري درت فيه 500 درهم داخل فيها ليكوش. الخضر والفواكه واللحوم 600 درهم، يعني الشهر كامل. 300 في 15 يوم الاولى و300 15 يوم الثانيه. صافي. هنايا قلت لكم في هذا في الظرف ديال الحانوت 100 درهم غير. المهم دوك شي حاجه هكا خصاتك ديال الحانوت اللي كتقدري تجيبيها غير هكا بالتقرطيط بحال الحليب البيض. خصك شي خماره، خصك شي حاجه. المهم صافي. وداك الظرف قلت لكم ديال الطوارئ كنخلي 50 درهم ضروري. تقدري تحتاجي شي حاجه، تقدر كي قلت لك تضيع لك شي حاجه في الدار، تقدر تخوى لك البوطه وانت ما ضارباش حسابها. المهم انا كنخلي ضروري 50 درهم ديال البوطه في الاول ضروري، و50 درهم طوارئ يعني لا احتاجيتي شي حاجه. صافي. وديك 100 درهم توفير ليا هي اللي حطيت في البسطام. ماشي ديما كنوفرها. كاين الشهر اللي كتكون خصاتك شي حاجه كتقداي بكثره. فهمتوا؟ ماشي كل شهر كنوفرها. فهمتوا؟ انايا صراحه المغزى ديالي من هذا الشيء علاش زعما كنحاول ننظم هذا غير باش نكونوا يعني منظمين في حياتنا ونعرفوا شحال كنصرفوا، وفي نفس الوقت ما تخصيش. فهمتي؟ ما تمشيش كتقداي بعشوائيه وفي الاخر شي حوايج اساسيه تخليهم، يعني ما تتقدايهمش وتا كتخسري الفلوس وكتجي ترجعي كتلقاي راسك راه شي حاجه اساسيه وضروريه ما تقديتيهاش اولا تسالات لك وسط الشهر وما لقيتيش باش تجيبيها. هادشي علاش انا كندير هاد التنظيم باش ينفعني، يعني مركزه على نكون منظمه وتكفيني زعما هاد المبلغ يكفيني. ما عنديش زعما غرض واش نوفر ديك 100 درهم ما نوفرهاش. وفرتها من الخير، ما وفرتهاش يعني عادي. المهم ما نتسلفش ولا نقول راجلي لا راه ما كفانيش يعني فهمتوا؟ يعني شهر يكفيني هذا المبلغ، شهر ما يكفينيش، يعني كتكون العشوائيه. فهمتوا؟ بغيت زعما نكون كل حاجه نعطيها حقها. ايوا تتقولوا لي كيفاش جاكم هذا التقسيم؟ جربوه. الاخوات اللي كيكونوا العائله ديالهم من 3 ديال الاشخاص حتى ل4 راه هذا التقسيم غادي ينفعكم. وهاد الطريقه زوينه. من نهار درتها صراحه نفعاتني وعجبتني بزاف وقلت نشاركها معكم. حتى انا كنتفرج في اخوات كيعجبني هذا الشيء ديال التنظيم وهذا، وما كنتش كنديرها واخا شاده المصروف صراحه الله. كي كنقول لكم كنتقدى بعشوائيه وديما الشهر بزاف د الحوايج كتكوني يعني ما تقديتيهمش كتحتاجيهم. يعني كتركزي على الكماليات، على التخربيق، على لي صوص، على داك التخربيق بزاف. في الاخر فاش كتجي تشوفي كتلقاي راسك بزاف ديال الحوايج اللي ضروريين ما جبتيهمش. هذا هو اللي كيخليني انا صراحه نتشجع وهكا. هنا راه ما كاملاش حتى 10 دقائق كتاخدي كتكتبي كل ظرف، ولا انت ما ديريش كاع الظرف. يعني الظرف ديريه غير في المره الاولى باش كتحفظي كل حاجه شحال كتحطي لها. من بعد راه كتولي عارفه شحال غتخسري في الهري، شحال غتخسري في مثلا الحانوت. يعني كتوال فيها التنظيم. المهم اللي عجبها الفيديو ما تنسانيش من داك البصيمه وشي كومونتير محفز ليا علاش لا. ولا عجبكم بحال هاد النوع ديال الفيديوهات نبقى نشاركو معكم ديما. يلا تهلاو لي فراسكم.